السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هوضح طريقة تدميس الفول في البنزل. عندي أنا جبت اهوت نص كيلو فول، نقيته وشلت أي شوائب فيه وغسلته ونقعته في المية حوالي نص ساعة، عشان لو هم عند البياع بيبخروه ولا من مخزن ولا عشان أي حاجة، فأنا بفضل إن أنا أنقعه نص ساعة. بعد كده عندي المية المغلية بالشكل ده. جبت معلقة كبيرة من العدس الأصفر بحطه علشان يخلي المية تلف معايا للفول. معايا جزراية، معايا طماطماية، معايا معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من البابريكا. صفت الفول وبحطه في المية المغلية بالشكل ده واقلبه تقلبتين. بعد كده بوطي عليه الشعلة اللي بخليها ضعيفة جدا، كأني بسوي الرز، بلدن الرز، يقعد مع نفسه كده ساعتين 3. بعد كده ان شاء الله نشوفه وهو مستوي. هنشوف الفول كده استوى. شكل الفول اهوت استوى وفتح اهوت. كده هطفي على الفول ونشوف الفول شكله ايه في الطبق. وكده طبعا احسن فول الواحد يعمله في البيت. ده شكل الفول اهو غرفته في الطبق. طبعا ما هوش متوضب، ده الفول اللي مستوي في البيت. لما اجي بقى اجهزه بجهزه على حسب الرغبه. فول باي حاجه، بالزيت حار، بالزيت، بالسمنه البلدي، بالطماطم، باي شيء. طبعا الواحد بيأكد على النظافه في اي حاجه يتناول الطعام فيها يعني. فالواحد بيحب يعمل كل حاجه في البيت علشان يبقى ضامن النظافه. وكده انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.